أهلا بيكم وأحداث الحلقة 35 من مسلسل المدينة البعيدة. وتوقعاتنا بتقول إننا هنشوف في الحلقة اللي جاية صراع ما بين صداقات وجيهان وعلياء على مين يتبرع لبوران ويعمل العملية. علياء طبعا رافضة إن جيهان هو اللي يتبرع علشان حالته الصحية ما تسمحش بكده، وقالت إن هي اللي هتتبرع مكانه، وطبعا جيهان هيرفض ده تماما. بس صداقات هتأيد كلام علياء لأول مرة، وهتقول لجيهان علياء قرارها صح، هي أولى لبوران، هي أم ابنه، سيبها يا جيهان. وطبعا جيهان هيكون رافض تماما حاجة زي كده، وهيتخانق مع علياء، وعلياء هتقوله إن هي هتسيب القصر وتمشي ومش هترجع تاني، وإنها مش ممكن تستحمل تشوفه وهو بيضيع نفسه قدام عينيها، وبتاخد ابنها وبتمشي. وصداقات بتمسك في علياء لأول مرة وبتقول لها ما تمشيش في القصر، وعلياء هتقول لها طبعا انت دلوقتي راضية عليا علشان هعمل حاجة انت عايزاها. وبعد علياء ما بتسيب القصر الدكتور بيعمل العملية وجيهان هو اللي هيتبرع. وطبعا نارا وصداقات وقايا بيكونوا خايفين جدا على جيهان، ولكن ما يقدرش يتكلموا علشان صداقات، لأن نسبة نجاح العملية وإن جيهان يعيش 50% بس. ولكنه بيقرر فعلا إن هو يعمل عملية ويتبرع لأخوه، وبنشوف ده في الإعلان. وجيهان نايم على سرير العمليات، وكمان برام بيتم نقله لغرفة مجهزة لإجراء العملية. بس في أخبار بتقول إن شاهين ممكن يلحق جيهان في آخر لحظة ويتبرع هو لبوران، بحيث إن بعد كده لما شاهين يعرف إن بوران أخوه، وده طبعا في آخر حلقات، يبقى في نوع من الدراما والتشويق. أو مثلا بوران لما يفوق ويقرر ينتقم من أجمل، وابن شاهين يتراجع لما يعرف إن شاهين اللي أنقذه من الموت. وطبعا دي حبكة درامية من المخرج نفسه. بس خلينا في الإعلان اللي بيقول إن جيهان هو اللي هيتبرع لبوران. أكيد يعني جيهان بيعيش لأنه بطل المسلسل، وأكيد عالية لما تخرج وتسيب جيهان أكيد هتحس بالذنب وهترجع له تاني وتقف جنب جيهان وتودعه في آخر لحظاته. وبرضه رغم نجاح العملية أكيد إن بوران مش هيفوق من الغيبوبة اللي هو فيها دلوقتي. أكيد بوران بيفوق في الحلقات الأخيرة برضه علشان يظهر حقيقة أجمل والعصابة ويدخلهم السجن، لأن أكيد بوران معاه أسرار كتيرة جدا عن أجمل والعصابة. وبرضه صداقات معاها سر، أعتقد إن هو سر بوران يبقى ابن أجمل وأخو شاهين. صداقات على علم بيه ولكنها استحالة تقول، لأن لو السر ده انكشف هتبقى في مشاكل كبيرة لا حصر لها ما بين عيلة صداقات وعيلة أجمل. وكمان عن صدمة شاهين لما يعرف إن بوران يبقى أخوه من أبوه. وكمان رد فعل أجمل مش عارفين برضه هيكون إزاي، بس أكيد صداقات هتبوح بالسر ده لما أجمل يعرف إن بوران لسه عايش. فأجمل هيخاف إن بوران يفش أسراره، فبيقرر إنه يخلص عليه أو يخلص على ابنه دينيس. ساعتها صداقات ممكن تعترف. وبكده أكون وصلت لنهاية فيديو اليوم من توقع وتحليل أحداث مسلسل المدينة البعيدة الموسم الثاني الحلقة 35. ما تنساش لو عجبك التوقع تابعني علشان يوصلك أحداث المسلسل وكواليسه.